وفي العام 1949 ينتج المركز السينمائي المغربي فيلما تسجيليا بعنوان منبع الفن المغاربي بتوقيع وإخراج المرحوم أحمد المسناوي 1926-1996. كان هذا المخرج عضوا بنادي باريس للسينما 1948. أسس أصدقاء السينما للهواة أول جمعية سينمائية مغربية 1952. التحق بكتابة الدولة في الشبيبة والرياضة 1955. التحق بالمركز السينمائي المغربي كمخرج ومدير تصوير للإنباء المصورة 1962. مثل في فيلم طوير الجنة للمخرج المغربي حميد بن سعيد 1981. أخرج أول فيلم رسوم متحركة ينتج بالمغرب 1983.